بلدان عدة من العالم العربي، لا سيما أكبرها ومعقد آمالها التحررية والقومية مصر. احنا في مصر بلد الحريات، بلد الديمقراطية. هنا مثلا يطرد مدير مكتب قناة الجزيرة في القاهرة الزميل عبد الفتاح فايد من مؤتمر صحفي لوزارتي الدفاع والداخلية، لا بقرار من هؤلاء العسكر، وإنما بناء على طلب غوغائي من زملاء المهنة. أما الحجة أو الذريعة فهي انحياز الجزيرة لطرف في الأزمة الداخلية على حساب الآخر، كما يزعم هؤلاء متجاهلين أو متغافلين عن أنها طالما قسمت شاشتها وفقراتها الإخبارية وحواراتها وتغطياتها مناصفة بين الطرفين. قبل ذلك بأيام، وتحديدا في ليلة عزل الرئيس محمد مرسي، وبينما كانت السلطة الجديدة تدعو بلسان وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي إلى ميثاق شرف إعلامي، دهم رجال أمنها مكاتب شبكة الجزيرة وأوقفوا بثها وصادروا معداتها واعتقلوا بعض مسؤوليها ومراسليها وموظفيها. السلوك نفسه تكرر في الوقت نفسه أيضا نحو عدد من القنوات الفضائية المصرية التي توصف بالدينية أو الإسلامية، فأغلقت بتهمة التحريض على الفتنة، وطبعا من دون أن يكف المتحدثون باسم نظام الحكم عن ترديد شعارات الحرص على حرية الإعلام والتمسك بمواثيق الشرف. لكن المفارقة التي يشير إليها الآن كل الصحفيين المصريين المتضررين من إجراءات الإغلاق والمنع والمصادرة تجد تعبيرها في الواقع القائل إن أي من القنوات الفضائية المؤيدة للإطاحة بمرسي لم يتعرض لإجراء مماثل، حتى بعدما بلغ الأمر ببعض مذيعيها حد مد ألسنهم للرئيس المعزول وشتم أنصاره بأقذع الأوصاف والمفردات النابية. أنا بقى هقول له نفعوا يلا لك سلمية يا اخي سلمية ايه؟ ده انتوا ولاد وسخة، اوسخ من كده مفيش. هكذا يتضح إذن أن ثمة إعلام يسعى إلى الفتنة ويحرض على العنف فعلا، وأن ثمة أيضا إعلام يزور الجغرافيا ويتلاعب بالتاريخ فينشر صورا قديمة لميدان العباسية على أنها صور حديثة لمحيط دار ضباط الحرس الجمهوري، وأن ثمة أيضا إعلام تفضحه أخطاؤه الفنية فيراه مشاهدوه وهو يلقن ضيوفه المؤيدين للحكم الجديد ما ينبغي عليهم قوله ضد خصومهم المؤيدين للحكم السابق، غير أن كل ذلك لم يشكل حتى الآن دافعا كافيا للسلطة كي تحجب هؤلاء وكلهم من أنصارها عن مخاطبة الناس أو كي تقول لهم كفى. ومعنا من واشنطن فرانك جنوزي.